كنهضروا بالضيوف ديال مدينه الحزمه وماشي من ضيوف الجمعيه او ضيوفي، فاش كيكون مهرجان وطني كيبقاو هما ضيوف المدينه، لانه فاش كيجيو كيخرجوا كيتساراو راه هما ضيوف المدينه، فاش كيتسوا واحد الحركه اقتصاديه كيعطوا الخبازات وكيتقداو فهما ضيوف المدينه، فاش كيتساراو على جميع المآثر اللي كاينه والوجهات السياحيه اللي عندنا ويبقوا المدينه فهم ضيوف المدينه، ما تيبقاش ضيوف ديال فاطمه حداد او ضيوف ديال جمعيات هواة الفن او ضيوف ديال المهرجان. حنا ونحن نشير الى دريس بن علي المالكي دائما، راه ما كاينش غير دريس بن علي المالكي في منطقه الغرب، كاين قدور الحنش، الشاعر قدور الحنش ومن شعراء الفكاهه، كاين الشاعر من شعراء الباديه كاين الجيلاني الحسناوي رحمه الله، كاين من الشعراء ديال مرحله التاسيس في الملحون الظهور ديالو عندنا مولاي الشاهد وعندنا سيدي قاسم بوعسريه، هذو من شعراء الملحون ديال المنطقه. ايضا علاقه مدينه قنيطره يجب توضيحها اكثر بالملحون حاليا. مدينه قنيطره لعبت دورا كبيرا في تصنيف فن الملحون. لماذا؟ لانه نعرف على ان منظمه اليونسكو لكي تصنف تراثا معينا لها عندها واحد مجموعه ديال الكاركتير كيتخصو يتكرروا، كيتخصو ديك المعايير يتوفروا، من ضمنها حضور المراه، ومدينه قنيطره من المدن اللي هي حاضره فيها المراه كرئيسه للجمعيه، كمؤسسه وكرئيسه للجمعيه، حاضره فيها كاستاذه لماده الملحون، استاذه بوزاره الثقافه بمعهد العرائش. المعايير ايضا تتطلب حضور الشباب، وجوق الملحون لمدينه قنيطره هو من الاجواء الشابه في المغرب. اذا مدينه قنيطره ليست غريبه على فن اعتبر بانه ديوان المغاربه، كل المغاربه، ومدينه قنيطره مدينه مغربيه بماضيها وبحاضرها. السيدة رئيسة مجلس جماعة القنيطرة، السيدة حرر المرحوم الدكتور عباس الجغري مؤسس البحث الأكاديمي في الملحون، السيد المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، السادة النواب الحاضرون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد ممثل المدير الإقليمي للشباب بالقنيطرة، رؤساء الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، الحضور الكريم. تغمرني فرحة عارمة وأنا ألقي هذه الكلمة الترحيبية بينكم، والمملكة تشهد عرسا وطنيا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تخليدا للذكرى ال50 للمسيرة الخضراء المظفرة، واحتفاء بالقرار الأممي العادل والمنصف للمملكة، كما تحتفي بذكرى عيد العرش المجيد. وإذا كانت هذه الدورة وهي الدورة الثانية للمهرجان الوطني لفن الملحون الذي تنظمه جمعية هواة الفن بالقنيطرة قد تصادفت مع هذه الأحداث الهامة والخالدة من تاريخ بلادنا، فإنها أيضا تأتي ونحن ما زلنا نعيش على نخب الاحتفاء بتصنيف فن الملحون تراثا لا ماديا للبشرية من طرف منظمة اليونسكو. عايش في الحلم مالك عايش في الحلم، صوت الصحراء يصيح بملوع التقسيم، عجارنا مالك عايش في الحلم.
المهرجان هناك وقفة لتكريم مجموعة من الأسماء الحاضرة معنا هذه الليلة، والتي قررت إدارة المهرجان تكريمها تقديرا واعترافا بكل ما قدموه لهذا الفن المغربي الأصيل. نحيي الفنانة توريا الحضراوي. كنشكر الحضور الكريم، كنشكر جمعية هواة الملحون، وكنحيي بالسيدة فاطمة حداد على المجهودات اللي كتقوم بها في نشر الملحون في مدينة القنيطرة عاصمة الغرب، وحيث واحد المكان ما كانش متواجد فيه اصلا الملحون، فكنحييها واحد التحية كبيرة على هذا المجهود. التشكيلية التي سارت على رسم هذه لوحتين للمكون الدكتور عباس الجيراني والفنانة توريا الحضراوي، تسلم لها من طرف الأستاذ عبد العزيز الطاهري.
ان شاء الله بطولة عمركم جميعا والمزيد من الانلاق والنجاح باذن الله والتكريمات باذن الله. الف شكر. شكراتي لا تسعفني لإيفائهم جميعا حق التقدير والامتنان على وفائهم للفقيد العميد. سنكتشف جميعا هذه اللوحة، أكيد غتكون مفاجأة للجميع. صورة لا زالت دموع حرم الدكتور، لا زالت الفراق صعب، ولكن كيف ما شرت سيظل حاضرا معنا بحضور الحاجة وحضور أعماله وأبحاثه وتشجيعاته، والله يرحمه ويوسع عليه ويجعل له صدقة يا ربي في هذه الليلة. شكرا لحضورك. أرحب على وجه المسرح بالأستاذ والباحث والناقد سيدي نور الدين الشماس، والذي يستحق الآلاف من التكريمات، ونتمنى ليه الصحة وطولة العمر والمزيد من النجاحات والأنلاق بإذن الله. نعطيه الكلمة. سعيد جدا بتواجدي معكم هذه الليلة في مدينة شيخ من شيوخ الملحنين الكبار، ألا وهو سيدي إدريس بن علي السناني الحنش. هذا الشيخ الذي كانت الدورة الأولى تحمل اسمه، وكذلك سعيد جدا بهذه الالتفاتة من أختي عزيزة ألا وهي لاله فاطمة. أنا دائما أناديها بلاله فاطمة زهراء حداد رئيسة الجمعية، والطاقم الساهر على هذا العرس الأدبي في مدينة كانت بالأمس القريب لا تعرف الملحون، واليوم ها نحن نرى بدرة زرعت فأينعت وسوف تترسخ في مدينة القنيطرة. شكرا للمجموعة الجميلة اللي حضروا معنا. روح المسرح. هناك ملاحظة السيدة المديرة؟ كاين شي حاجة بغيتي تشير لها؟ الفنان اللي رسم هذه اللوحات هي للفنان التشكيلي السيد القرمادي عبد الخالق من مدينة القصر الكبير، تحية كبيرة لي. وصورة جميلة أيضا للأستاذ والباحث سيدي نور الدين الشماس. تفرح عليك الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. ألف مبروك لهذا التكريم الجميل. هيا تنعيد. أحد الذين ساهموا في إدخال الملحون إلى الفرجة المسرحية مع كبير جدا كبيرين مرحومين اسماء الشرابي في الاستثناء. وجود الأعمال واحد الحضور ما تتذكرش نور الدين جو اللي كنعرفو اللي معروف كثير هو الحجاز فقط. هل نور الدين جو كذلك عمل بارع جدا. ويبدو لي الراس واحد المره تخصص هذه العلامه الفارقه في الملحون الزيجي هذا يمكن بدا الحديث عليه في النور بيجو وكسب كيفاش الكلمه في الاذاعه الله العالمين لا قاصدين كالحراس هذه تكون عطيتو عليها. انا في هذه المهمه هذه تسندوا لي جوج المعاني، هو في التشخيص بلاش كان يطلعوا في التشخيص لينا وفي التشخيص ديال الثور في الحراس كيلعب 7 ادوار مختلفه مرتبه. كنلعب شيخه، كنلعب بويا رحال، كنلعب قناوي، كنلعب قاضي، وعاد كنلعب الدكتور ديالي العادي اللي سميتو محمود داخل المسرح. هذا الشأن هذا خلف واحد الصدى وواحد الانطباع من ناحيه التشخيص. اما من ناحيه الاداء الملحون كنت انا ما عمرني فكرت نكون مشروع ديال منشد ديال الملحون، ولكن السي مختار الاخ الكبير ديال السي عبد السلام الشريبي رحمهم الله كلها هو قال لي بسم الله، قال لي انت راه ولد ربي تيسخر، وقال لي شي هضره شبيهه نكملوا من عندكم لانه بحال هذا الكلام. وانا قلت انا بسم الله، ما قلت واحد الله اثنين تصفقوا عليا ودوزت في مسرحيه مقبول وتنوقف انا وعبد الجبار هاك بالك تعطيني ولا تعطيني.
المهم سيدي بغيت نفرح واحد الفرح كبير، واحد الجريده في العالم كتبت عليا ديك الساعه وانا باقي صغير، كتبوا عليا نجم الموسم، وبغا يصاوبوا لنا الباسبور، وانا بحكم انني واحد من دوك بالنسبه لهم تيقولوا الابطال، صاوبوا لي الباسبور مفردان، والمتبقى صاوبوه لهم جماعي. وهذا الشيء كله هو بقى كنقول راه كاين فضل الله وفضل هذا الشيء اللي تعلمت ديال الموسيقى وديال المسرح وديال البيت. دائما كنهضروا على الايقاعات اللي هي بينها اللي هي ثنائيه الازمنه، ولكن العدد ديال الدمات والتيكات والقصات كيختلف مقياسيا. ثانيا الموسيقى الغربيه فيها ما يسمى بالفارياسيون. لي فارياسيون شنو هما؟ اسمحوا لي الا قلت شي مصطلحات في الموسيقى هكا ما تفهمكمش راه ساهله عليكم فاهم. لا فارياسيون يعني هاد المتغيرات اللي كيطلعوا على الجمله الموسيقيه كاينه في الملحون، دارت ربما بالفطره، بل اكيد دارت بالفطره. ملي كنقبطوا مثلا كنغنيو الحرب كيجي الجواب الموسيقي كما هو معهود، الجواب الموسيقي كيتعزف ماشي بالطريقه ديالنا، يعني الروح ديال العازف كتوضع له قالب عزف ما كديرلوش قالب غناء، يعني هو اللي رجعنا له، هو اللي كسرنا عليه في انا عارف هادشي. دونك الى عزفنا الكلام الطريقه اللي كيتغنى به ولا الفارياسيون غادي بحال دابا غيكون عازف ماهر وغتقول هذا ما كيعرفو لا تيدهن على التعبير بالاحتمال. هاد العناصر او الابعاد الثلاث ما كانتش كتكون منفصله، لان في كل حفله من الحفلات اللي كانت كدوم 3 ايام كان الاحتفال بالجوق الاصيل الاصلي في الملحون بكل مقوماته التراثيه والتقليديه حاضره في البدايه وبقوه وفي ابهاء حلتين سواء موسيقيين او في اختيار الاصوات، ولكن كان ادخال هاد المقومات الجيل والابعاد الاخرى كان يتم في مصاحبه هذا الانصراف او faire une recherche
au niveau de réaction du public ردود فعل المتلقي او لا. ويمكن هو عنده تفاصيل في هذا الامر اللي يمكن يتحدث عليها، وإلا ما كانش داير هو التفاصيل يمكن تكون موضوع بحث اخر لا اخت من داخل القاعه. هاكو داك الشيء كنعرفو لان هذا بحال منتوج كنديروا له واحد السونداج دوبينيون، استقراء رأي، استطلاع رأي او استقراء سونداج دوبينيون لمعرفه شنو موقعه، واش لقى بلاصتو ما لقاهاش، لقاها كيفاش لقاها، واش لقاها بلا مؤاخذات، واش لقاها بتنويه بدل المؤاخذات. هذه المجال ديال الريسيرش سيانتيفيك يمكن خصنا نبداو فيه حتى هي باش ندخلوا المجال التكويني اللي هضرنا عليه. الوغ كل ديوان الفرنسي كل مقام مقال c'est vrai. Voilà. Mais pour dire que normalement, il y a des points qu'on a chantés. Récemment, il y a peut-être 2-3 petites semaines, j'ai pu regarder et écouter notre cher ami, M. Bachir Khattab, qui avait chanté Fatma, d'accord. Il y a quelque chose de chez Bachir qui a essayé de redonner plus de vitalité au poème. C'est sa manière aussi de chanter. Pour dire que normalement, on ne s'est même pas posé la question qui a écrit quoi et comment, etc. Mais n'oublions pas une chose. Tout à l'heure, vous avez utilisé un verbe, M. Fenich, le mot d'El-Berren, vous étiez en train de parler, M. Abdil. Vous savez, dans le mot Tabarran et Tabarran, il y a une certaine forme de quoi, de répétition. Et la répétition, elle est toujours applaudie. C'est pas parce que j'ai lu le texte, j'ai voulu chanter le texte, et le texte n'a pas réagi positivement à moi, je laisse tomber. Non, c'est pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'expérience au niveau de la réhabilitation, puisqu'il était dit, on commence, mais c'est le début de la fin, on commence et on finit. Alors moi je pense, c'est une réaction, d'accord? C'est une réaction strictement personnelle. Il y a des poèmes auxquels il ne faut pas, on va dire, donner simplement cette importance littéraire et que littéraire, mais ce sont des poèmes qu'on peut chanter et qu'on peut chanter aussi des concerts. Et puisque nous sommes en train de donner fin bien sûr à cette contribution. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره. بمناسبة تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الوطني للملحون بالقنيطرة احتفاء بالذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال. السلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. نعم سيدي أعزك الله، تتشرف خديمة الأعتاب الشريفة رئيسة جمعية هواة الفن والتربية والثقافة بالقنيطرة أصالة عن نفسها ونيابة عن جميع أعضاء الجمعية بعد تقديم ما يليق بالمقام الشريف من فروض الطاعة والولاء بأن ترفع بكل إجلال وإكبار إلى المقام العالي بالله بمناسبة تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الوطني للملحون بالقنيطرة من 14 إلى 16 نوفمبر 2025 أسمى آيات الطاعة والولاء وأصدق مشاعر الإخلاص والوفاء، معبرين جميعا بهذه المناسبة السعيدة عن التشبث الدائم والمتين بأهداب العرش العلوي المجيد والموصول بوثاق البيعة المقدسة والمتجددة. إن خدام جلالتكم الأوفياء يا مولانا من مبدعين وباحثين، وهم ينظمون هذه الدورة التي طفحت بأجمل القصائد التي تغنت بالوحدة الترابية والتشبث بالثوابت الوطنية، كما عبرت عن أبهى تجليات ومعاني التلاحم المتين بين العرش والشعب في غمرة هذه الذكرى المجيدة الغراء التي تطبعها هذه السنة نشوة الاعتراف الأممي. ليستحضرون بكل إجلال وافتخار حرص جلالتكم الدائم على رعاية هذا الموروث الثقافي الذي ظل يعد ديوانا للمغاربة إلى أن حظي بالتصنيف كتراث لا مادي للبشرية من طرف منظمة اليونسكو. نسأل الله يا مولاي أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد بالخير خطاكم، ويقر عينكم بولي عهدكم الجليل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبشقيقته صاحب السمو الملكي الأميرة
الجليلة لاله خديجة، ويشد أزرى جلالتكم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة، إنه تعالى سميع مجيب. الله يبارك في عمر سيدي. الصبر والتوكل هو يصرف هموم ذاتي وحيد. عن سيدي القبول والحاجة ما تكون فيها تعطيل. والله ما بديت التوسل حتى يبقى انت قدرت وجليلة يعطيني مطلوب في هاد الليلة. دام العز ودام مجدنا بالوحدة والأمن والهنا، بالوحدة والأمن والهنا، طول الدهر يعيش غربنا في السلام وغاية المنى، السلام وغاية المنى، والصحراء قلعة بعمنا محظية بهدى بعرشنا، محظية بهدى بعرشنا، الهيبة وشموخ تنهرني العدياني تنجلي الغيوم عزيز كلك الهجرة ولا حديد ولا صبرة خليت من الشباب والهجرة خليت ليك نور شهدوا إلا بنيت من عاشق جار، يا أهلي رغبوا فيا جاري ينعم لي بردا ويعمل بحق شورى. شهدوا إلا بنيت من عاشق جار، يا أهلي رغبوا فيا جاري ينعم لي بردا يعمل في حق شورى. قد يعجل سنين
نذكروا فيها القول ديال شيخنا الله يرحمه الحاج احمد سوهوم، شيخنا سيدي عبد الكريم الصالح، حين قال: والله ان الله لا زال يرعى. الرتبه الثالثه كانت عند الشاب جميل بواحد النص جميل اللي هو مهدي حارث. نعم، من مدينة مراكش، مهدي حارث من مدينة مراكش. هناك درع أكيد وشهادة تقديرية وغلاف مالي. والجائزة الثانية كانت من نصيب الشاب أسامة السماح من مدينة تيرودانت. شهادة تقديرية، درع المهرجان وكذلك غلاف مالي يقدم هذه الهدايا الأستاذ الباحث نور الدين الشماس. إذن أيوب بلدي فائز بالجائزة الأولى في مسابقة نظم شعر الملحون فئة الشباب. يقدم الهدية شيخنا شيخ القريحة وشيخ النظام سيدي عبد الكريم الصادقي الهلالي، يسلم هدية طبيعة الحال وجائزة المسابقة، مسابقة مسابقة النظم في شعر الملحون. وهذه رسالة على أن ما زال إن شاء الله المدد وما زال الامتداد ديال هذا الفن، حيث غادي نشوفوا أن الشيخ سيدي عبد الكريم الصادقي يسلم الهدية لشاب أبدع في نظم كذلك وكان فائزا في هذه المسابقة. ربما يكون كلمة من مدينة اليوم سماح أسامة ولنا نعرفوه، الشيخ ديالو هو عشريات، الشيخ ديالو مراكشي، هادو خداوه عند الشيوخ ماشي خداوه في السمع، خداوه في الزاوية. بالنسبة للسيد سماح هادو من الزاوية ديال العصرة في تيرودانت عند الشيخ علي نعمة، والشيخ ديالهم كنذكروه من هذا المنبر هذا لأنه خداو بطريقة البخدية الرودانية. فهاد المعجم ديالهم اللي غتقراو القصائد ديالهم واضح الكلام ديال تيرودانت، وكنشكروهم وكنشجعوهم، وحنا فرحانين بان الشباب هادو انضموا للحاضره ديال نظم الملحون، ماشي شارع المنظمه راه كاينين قلال. الصراحه انا كنشد بايديهم وشكرا لهذه الجمعيه ديال هواه الملحون ديال مراكش اللي تحت هذه الفرصه، دائما كتتيح الفرصه للشعراء قنيطره. وسي عبد المجيد خنيشة هو اللي كيتيح لنا شعراء المعاصرين كيعطيهم فرصه انهم كيعملوا كيشتغلوا معاه، ولانه دمج هاد الشعراء هادو اللي قال هاد العصر اللي هما تظلموا واحد الجيل، ولكن بفضل الاستاذ خنيش شاركهم في الاعمال ديالو الدراميه، وكان هذا عمل كبير وكنشكروه على الاخوان المجنانين. شكرا لك متمكن ملحن بارع ولا أدل على ذلك لأنه دعم مجموعة من الأسماء وكان حاضر دائما الحضور، أولا في المجال الفني وثانيا للدفاع عن الفنانين في المجال الموسيقي. هدية التكريم غادي تقدمها له رئيسة جمعية هواة الملحون للتربية والثقافة الأستاذة فاطمة حداد، تحت تصفيقاتكم أيها الحضور الكريم. أكيد أن التكريم بسمة الاعتراف، بسمة الدعم، بسمة كذلك الاعتراف لهذه الفنانين ولهذه الرجال كل في مجاله بما قدموه للفنون المغربية وللموسيقى العصرية المغربية. كنتذكروا مجموعة من الرواد اللي بدعوا في هذا المجال الموسيقى العصرية واللي أعطيونا تعشيق على النبي كاملين. صلاة لا وقيلا بحبحين، لا 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 مازال ما سمعت، لا 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 نعاودوها لأن ضعيفة بزاف الله يهديكم. قولي ترى ماشي هكا. صلاة شكرا لك تشجيعا لهذه المبادرة، ولكن هناك نوع من الاقتناع أن التراث ديالنا الموسيقي
الأصيل لابد أننا نحتفظ به وأننا نشجعه وأننا نعطيه المكانة اللائقة به، خصوصا أن هذا النوع من الغناء وهذا النوع من الفن لا يوجد إلا في المغرب، ولا يوجد إلا في المغرب. وطبعا كيبقى هذا الفن راسخ بالناس اللي ساهموا، سواء انهم شيوخ هذا اللون الغنائي، هذا اللون الجميل اللي نابع من التربه ديال هذا الوطن. ولكن اليوم كنشوف ان هذه الجمعيه كتقوم بواحد المجهود جميل جدا. انا كنعرف بانه تنظيم مهرجان ليس بالسهل، خصوصا هذا المهرجان لما كيف ياخذ واحد الاطار وطني. انا كنعتبر ان هذا المهرجان وطني، وكندافعنا عن التواجد ديال المهرجانات اللي كتثبت الفن الغنائي المغربي، الفن الاصيل، الفن اللي مطلوب، اللي كيعطي يعني الرائحه ديال التربه ديال هذا الوطن. إننا جينا نتكلموا على الفنون في المغرب لا توجد في أي مكان. وطبعا أن في النحون تبرز القيمة الاعتبارية الفنية الجميلة ديال المغرب. وأشكر هذه الجمعية. طبعا فاطمة لما كانت تدرس الملحون، كانت تدرس الملحون في المعهد ديال وزارة الثقافة بمدينة السلام. وهذه المادة كانت يعني بالأسف الشديد في ذاك الوقت ما عندهاش واحد الحضور متميز، لأن الناس اللي كيعلموا الملحون كانوا كلهم يعني تقريبا، لأن وزارة الثقافة كتبغي تطلب الناس اللي عندهم دبلومات واللي عندهم، ولكن كانوا ناس اللي علموا طلبة ديال سواء الفن ديال الملحون او فن موسيقى الآلة، ولات واحد المادة أساسية في المعهد الوطني. وتبعت أنا المسيرة ديال فاطمة اللي حرزت على الجائزة الأولى البري، حرزت على الجائزة الشرفية البري دونور، وهذا راه ماشي سهل. أن انخراط المقاولات والمؤسسات في دعم المهرجانات هو واجب وطني. فشكرا لك أستاذ شويكة على هذا الدعم وعلى هذه الغيرة